بسم الاب والابن والروح القدس الهين واحد امين. معادنا النهارده مع قصه حياه الشهيده دميانة. الشهيده دميانة هي ابنه مرقس والي البرولوس على مدينه الزعفرانه بوادي السيسبان، اللي هي دلوقتي منطقه دير القديسه دميانة ببراري بالقاس. وتم عمادها بدير الميمه، وابوها احتفل بيها وبعمادها ب3 ايام. دعا فيها كل الفقراء والمساكين وعمل لهم حفله كبيره. كانت دميانة هي الابنة الوحيدة لأبوها مرقس، اللي رباها أحسن تربية وعلمها أحسن علام، وعلمها القراية والكتابة في الكتب المقدسة، فكانت دايما بتختلف نفسها وبتقرأ في الكتاب المقدس. لما وصلت 15 سنة أبوها حب يجوزها من أحد أكابر المدينة، لكن هي رفضت جدا لأنها نظرت نفسها عروسة للمسيح وحبت تعيش حياة البتولية. وكمان طلبت دميانة من أبوها إنه يبني لها قصر علشان تتعبد فيه هي وزميلاتها ال40 عذراء، علشان هما كمان نظروا نفسهم للبتولية مع دميانة. دخلت دميانة القصر ومعاها ال40 عذارى، وكانوا بيصلوا ليل ونهار. مرقس أبوها تم نقله إلى الولاية الفارمة بعيدا عن دميانة. في الوقت ده أمر الملك دقلديانوس إن يعمل 70 تمثال صنم من الفضة والذهب، 35 تمثال ذكور و35 تمثال إناث، وجاب ليهم 140 كاهن علشان كل 2 كهنة يكهنوا قدام تمثال. وأمر الملك دقلديانوس إن كل واحد يبخر للأصنام، وحضر الموكب ده 30,000 أمير. كان مرقس من ضمن الأمراء دي. مرقس في البداية رفض السجود للأصنام، ولكن الملك هدده ببنته دميانة، وأخيرا مرقس أنكر المسيح وبخر للأصنام. فلما وصل الخبر لبنته دميانة إن أبوها أنكر المسيح، سابت ال40 عذارى في القصر اللي بالنسبة لهم يعتبر دير، وراحت لأبوها مسيرة 3 أيام مشي علشان ترجعه عن عدم إيمانه. مرقس فرح جدا لما شاف بنته، لكنها وبخته وقالت له: يا ريت كنت شفتك ميت احسن من انك حي وتنكر المسيح. ووبخته كتير جدا وقالت له: انك انت اللي علمتني طريق المسيح وانت دلوقتي بتنكره. مرقس رجع لنفسه ورجع للسيد المسيح مرة تانية، واعلن اعترافه انه مسيحي قدام الملك والولاة، وتاب، وفعلا نال إكليل الشهادة على إيد الملك دقلديانوس. بس للأسف دقلديانوس بعد ما أمر بقتل مرقس زعل جدا وحزن، لأنه كان بيحبه ولأنه كمان كان أمين وأحسن والي في المملكة. الملك عرف أن ورا توبة مرقس هي بنته دميانة، فراح بعت جنود كتير وظباط لدميانة علشان يقنعوها انها تبخر للأصنام، لكن هي رفضت بشدة هي وال40 عذارى. الوالد دقلديانوس معجبوش الكلام ده وأمر بتعذيبها، خلوهم يرفعوها على البازين، وأمر بعصرها بين 4 رجال أقوياء 2 مقابل 2، ورموها في السجن. لكن رئيس الملايكة جه وشفاها ولمس جسدها، فآمن كتير من الناس بالألفات واتقتلوا ونالوا اكليل الشهادة. بعد كده لما شافها انها خفت وما بقاش فيها اي حاجة، اتغاظ وامر بتعذيبها تاني، انه يمشطوا جسدها بامواس حادة جدا، وكمان مش بس كده لكن يدلكوه بالخل والجير الغير مطفئ عشان يبقى اشد قوة في التعذيب. وتم جلدها، لكن برضو ربنا ما سابهاش وبعت لها رئيس الملائكة ميخائيل وشفاها. الملك كل شويه عمال يتغاظ وكل شويه عمال يشوفها بتخف ومش فاهم السر ايه. راح لتالت مره امر بضربها بمزراب حديد من رجلها لحد راسها، ووضع عليها شحم وزيت خنزير وزفت، واشعلوا النيران في جسدها. لكن رئيس الملائكه جه وشفاها.
لكن بعد كده أمر بشيء صعب جدا، إن راسها تتقور ويقلعوا عينيها. وبعد ما قوروا راسها حطوا جواه رصاص وزيت وزفت مغلي، وقاموا بعد كده بقلع عينيها وسلخوا جلدها. والوقت ده نزل عليها طير حمام ابيض كتير من السما، وقعد يرفرف حواليها وحوالين عينيها لحد ما تم شفائها خالص. في الوقت ده كانوا كل الموجودين وشافوا المعجزة دي امنوا بالمسيح ونالوا على اسمه اكليل الشهادة. الملك زهق منها وما بقاش عارف يعمل فيها ايه، قال انا اقطع جسمها لحتت حتت وارميها للوحوش. وفعلا حصل كده، وقعد جسدها مرمي للوحوش يوم بليلة. لكن رب المجد ما سمحش ان جسدها يتأذي، وخلى الوحوش ما تقربلهاش. وفي الوقت ده كان برضو ال40 عذارة عمالين يبكوا وهم قاعدين يلفوا حواليها. لكن في الوقت ده حصل حاجة غريبة جدا، حصل زلزال ورعد قوي جدا وعظيم من السماء، حتى كانوا كل الموجودين وقعوا كأنهم ميتين من الخوف. في الوقت ده نزل رب المجد يسوع المسيح على مركبة الشروبيم، ومعاه أمنا العذراء مريم، قعد على يمينه وحوالين الملائكة بتسبح تسابيح جميلة. وصرخ يسوع المخلص ناحية أعضاء ولحم القديسة الطاهرة دميانة وقال: لك أقول قومي أيتها الابنة المباركة دميانة من غير فساد، بمعنى يعني من غير أي جرح في جسمها. ففي الحال قامت وسجدت لرب المجد، فوعدها المسيح ب3 أكاليل: إكليل البتولية، وإكليل لتعبها في ألمها، وإكليل الشهادة بسفك دمها هي وال40 عذار. ووعدها رب المجد بأن المكان ده هيكون دير الشهيدة دميانة، اللي هو الحالي دلوقتي ببريد بالقاس محافظة الدقهلية. هيكون بركة عظيمة للأبد، وهيتبني كمان عليه كنيسة على اسمها، وهتجيله كل الناس من كل العالم علشان تزور كنيستها. وفعلا تم استشهاد القديسة العفيفة دميانة بقطع رقبتها بحد السيف هي وال40 عذارة في 13 طوبة في القرن الرابع الميلادي. بركة شفاعتها تكون معانا امين. والشاهدة دميانة بتسمى أميرة الشهداء، لأنها حكم عليها واتألمت لمدة 3 سنين متتالية لغاية ما استشهدت. وبيحتفل دير القديسة دميانة بعيد تكريس كنيستها يوم 12 بشمس الموافق 20 مايو من كل عام، حيث تقام احتفالات وزفة الأيقونة في المدة من 12 مايو حتى 20 مايو من كل عام. بركة شفاعتها تكون معانا آمين.